السلام عليكم. أنا رضوان وهذه حلقة خفيفة من سلسلة جرائم العشرية السوداء. واليوم حبيت نحكي على واحد القصة صارت في العشرية السوداء في الجزائر، ألا وهي مجزرة الرايس، مأساة بأتم معنى الكلمة، واللي راح ضحيتها 98 قتيل و120 مصاب حسب الحصيلة الرسمية. ولكن شهود عيان والناس كانوا يخدموا في السبيطار يقولوا بلي حصيلة القتلى تفوت 200 شخص وتقدر توصل حتى 400 قتيل. في 29 أوت 1997 وفي قرية صغيرة اسمها الرايس، واللي تبعد بضع كيلومترات من الجزائر العاصمة. في الليلة هذيك وقعت فيها مجزرة من أعنف المجازر اللي مرت على الجزائر في العشرية السوداء. هجموا عليها مجموعة من المسلحين كانوا يستعملوا السكاكين والفؤوس ولي بومب، كانوا يفجروا بيبان الديار بالقنابل ويدخلوا يذبحوا كل شخص يلقاوه في طريقهم، ما يفرقوش بين صغير وكبير ولا بين راجل وامرأة، حتى الأطفال الصغار ما منعوش منهم وكانوا يذبحوهم ولا يحطوهم في الفرن. كانوا ما يذبحوش البنات، في المقابل كانوا يخطفوهم ويطلعوهم للجبل، وحصيلة على البنات في هذيك الليلة اللي تخطفوا هي 20 فتاة. المسلحين كان عندهم كل الوقت وكانوا يذبحوا براحتهم وشي ما مقلقهم. تخيل وصلوا للقرية على 1 تاع الصباح وغادروا منها على 6 تاع الصباح، لدرجة أنهم كانوا يتفنوا في القتل، كانوا ينكلوا بالجثث ويقطعوا الرؤوس ويرموهم قدام الديار. حتى الحيوانات، الغنم، الكلاب والحمير، قطعوا رؤوسهم وحطوهم أمام عتبات البيوت، وكأن القاتل كان ينتقم من سكان هذه القرية، لأن كمية الحقد والغل اللي كانوا يقتلوا بها لا توصف. وكأنهم حبوا يقضيوا على كل ما يمت لهذه القرية بصلة، مادام ذبحوهم وقتلوا حيواناتهم وحطوا أطفالهم في الليفور واغتصبوا نسائهم واختطفوا بناتهم. كل هذا يدل على الحقد اللي كانوا هازينه في قلوبهم ضد أهالي هذه القرية. والغريب في الأمر أن هذه القرية كانت من مؤيدي حزب جبهة الإنقاذ، ومن بعد اتهمتهم الدولة بأنهم يدعموا في الإرهاب، وزادت اتهمتهم الجية أنهم فوطاوا على فعلان. وهنا وقعوا بين سندان الدولة ومطرقة الجية. وفي الأخير نقول ربي يرحم كل اللي ماتوا في مجزرة الرايس، وربي ينتقم من اللي كان السبب في موتهم. سلام.